جزء مهم جدا من علاج اي مرض مناعي ان المريض يبطل قلق. طب ايه اللي جاب له القلق؟ هم حاجتين، والحاجتين دول من مداخل الشيطان. الشرع الكريم قالهم من 1400 سنة: الخوف من اللي جاي والحسرة على اللي فات. عشان كده هكلمكم ازاي تتعاملوا مع الاتنين دول في الفيديو ده. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. الخوف من اللي جاي سببه دايما الخوف من الفوت او الخوف من الفوت. ان انا دايما خايف ان جوزي يحصل له حاجة، خايفة ان ابني ما ينجحش في دراسته، خايفة على اولادي يكبروا وهم عيانين، خايفة من المرض، خايفة من الموت، خايفة 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 خايفة. ده علاجه نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك. يقين بالله ان هو المدبر، هو الفاعل في الكون، وكلنا نخضع لأوامره. الإحساس التاني، وده برضو مدخل من مداخل الشيطان، إن كان ممكن تعمل حاجات كتيرة قوي عشان تمنع القدر، وده علاجه حاجة بسيطة جدا: الإيمان بالقدر خيره وشره. يعني إيه؟ الحاجات اللي مش في إيدنا دي لازم نرضى بيها عشان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بإيدنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ونخرج من عثراتنا. عشان تبطل قلق، ما تخافش من اللي جاي، وبطل تندم على اللي فات، ودمتم سالمين.